بسم الله الرحمن الرحيم. أخ رئيس المجلس الوطني، أخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، أخت والإخوة أعضاء لجنة الأخلاقيات والسلوك، أخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني، أخوات والإخوة المفتشون الإقليميون، أخوات والإخوة مسؤولي وممثلي تنظيمات الحزب ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية، أخوات والإخوة البرلمانيون والمستشارون الجماعيون والمستشارون الغرف المهنية، أيها الحضور الكريم، بمشاعر مفعمة بالاعتزاز والإكبار نلتقي اليوم في مناسبة وطنية مجيدة، مناسبة إحياء ذكرى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال، إحدى المحطات المشرقة في مسار كفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة والسيادة الوطنية تحت شعار الشباب بناة اليوم والغد. نحتفل اليوم بمرور 81 سنة على هذا الحدث الوطني الخالد الذي أوقد شعلة الحماس الوطني وألهب روح التضحية والكفاح لدى الوطنيين الأحرار الذين أبوا عن سمو الوعي الوطني وقوة الالتحام بالعرش المجيد في مواجهة الظلم والاستعمار والدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية الجامعة. نسجل باعتزاز إقرار هذه الذكرى عيداً وطنياً من طرف مغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه منذ 37 سنة لإبقاء نبل مقاصدها وغايتها حية راسخة في ذاكرة ووجدان المغاربة ملهمة لأجيال اليوم والغد. ونعتز بتنظيم هذا الحدث الوطني المجيد بمدينة الدار البيضاء، قلعة الكفاح والنضال ومسقط رأس رمز المقاومة المغربية الشهيد محمد الزرقطوني، والذي خلد صفحات مشرقة من التضحية والفداء في تاريخ الكفاح الوطني. حدث جسد بروحه المتجددة ومضامينه التحررية والديمقراطية وأبعاده الوطنية والسياسية وقيمه الفكرية والخلقية العابرة للسنين والأجيال، النضج السياسي لدى جيل الحركة الوطنية وبعد نظرهم في بناء مغرب مستقل ينعم بالحرية والديمقراطية في ظل ملكية دستورية وقيم مجتمعية مؤطرة لمشروع مجتمعي متضامن ومتوازن. وكانت ولادة وثيقة المطالبة بالاستقلال في لحظة شموخ وطني ونبوغ فكري وفي خضم صحوة وطنية خالدة، فأفرزت انبثاق فكرة الأمة المغربية ذات السيادة وحدة الشعب والتراب في إطار دولة عصرية ديمقراطية ينبني تجسيدها على تحقيق الحرية والاستقلال، وهو الهدف المنشود الذي هندس له رواد الحركة الوطنية من خلال وثيقة المطالبة بالاستقلال. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، لقد شكلت وثيقة المطالبة بالاستقلال لحظة تاريخية فارقة في مسار كفاح الأمة المغربية نحو الحرية والسيادة الديمقراطية. مشروع عصي متمنع في تلك المرحلة حملته ثلة من الوطنيين أقحاح كان معظمهم شباباً في العقدين الثاني والثالث من العمر، وفي مقدمتهم المغفور له السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه. شباب غادروا تحت مظلة حزب استقلال بتنسيق مع جلالة المغفور السلطان محمد الخامس رحمه الله إلى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال إلى الإقامة العامة للسلطات الاحتلال الفرنسي، وسلمت نسخ منها إلى ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالرباط وإلى ممثلي الاتحاد السوفيتي آنذاك، في خطوة جسدت بجرأتها قوة تلاحم العرش والشعب في المطالبة بالحرية والاستقلال واستعادة سيادة الوطن. شباب تملكوا الحكمة والبصيرة وأبانوا عن وعي سياسي كبير ونضج فكري استراتيجي رفيع إبان صياغة وثيقة المطالبة بالاستقلال، فلم يكتفوا بأحكام طرق وأساليب الكفاح ضد المستعمر، بل أبدعوا مشروعاً مجتمعياً لمغرب ما بعد الاستقلال
بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تفطنوا برؤيتهم الاستشرافية المؤطرة بتغليب منطق الجماعة وإعلاب المصلحة العامة وروح التضحية والوفاء لثوابت الوطن ومقدساته إلى لا جدوى للاستمرار في المطالبة بالإصلاحات في ظل الاحتلال، لا إنه لا بديل عن مطلب الحرية والاستقلال في ظل دولة عصرية مستقلة موحدة وفي ظل نظام ملكي دستوري ضامن للحقوق والحريات موحد للمجتمع بتنوع مكوناته وروافده. وقد أشار الزعيم علاء الفاسي إلى هذا التوجه في كتابه منهج الاستقلال حين قال: كانت المعجزة المغربية في هذه الحركة التي انبثقت من أيدينا نحن الشباب الاستقلالي الأول، وفيها الانطلاق الذي لا يقف عند الكفاح مهما كانت جبهاته ومهما كانت شدته، وفيها التخطيط لهذا البناء الذي نراه اليوم واضحا أمامنا. انتهى كلام الزعيم الراحل علاء الفاسي. لقد زرعت وثيقة الاستقلال الأمل لدى الشعب المغربي، وفتح شباب الحركة الوطنية برؤية متبصرة آفاقا مستقبلية واعدة لغد أفضل في المغرب المستقل، قوامه توطيد دعائم الحرية والاستقلال والديمقراطية وتكريس السيادة الوطنية. إنه مشروع سياسي مجتمعي متكامل تطلب إنجازه خوض العديد من المعارك والنضالات. أولاً معركة الوحدة الوطنية لقناعة قادة الحركة الوطنية بأن قوة الدولة المغربية في وحدتها الوطنية الجامعة لفئات الشعب وراء جهة الملك، ولإيمانهم بأن مستقبل المغرب في تميز وخصوصية وحدته الوطنية القائمة على وحدة العقيدة ووحدة المذهب ووحدة العرش ووحدة التاريخ والحضارة والتراث، وهي منظومة متجانسة شكلت حائط صد المنيع ضد مساعي المستعمر لإحداث شرخ في الكيان الوطني. وقد عمل شباب الحركة الوطنية في كفاحهم الوطني من أجل الحرية والاستقلال على تأسيس المدارس الحرة في عدة مدن المغربية التي كان لها دور بارز في إذكاء الوجدان الوطني وفي الحفاظ على الهوية والإنسية المغربية. وشكلت المدارس الخاصة جزءاً من رد فعل ثقافي واسع ضد الحكم الاستعماري في تلك الفترة، حيث كانت منبت الحركة الثقافية والأدبية والتعليمية ومحاربة الأمية وبث الروح الوطنية وتدريسها للتاريخ والجغرافيا بمضامين مغربية للتأكيد على أهمية الهوية المغربية لإثبات جذور المغرب التاريخية والحضارية. وحرص زعماء الحركة الوطنية في مواجهة من المشروع المجتمعي الاستعماري على تحويل المدارس الحرة إلى مشتل لإبداع الأناشيد الوطنية وتلقينها وحفظها ونشرها كوسيلة لترسيخ الروح الوطنية. وشكلت هذه الأناشيد أداة فعالة لنضال سياسي اعتمدته الحركة الوطنية في مواجهة المخططات الاستعمارية لتعبئة الجماهير واستنفار روح الوطنية والمقاومة فيها، خاصة إبان المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي كانت تستهدف تقسيم البلاد سواء من الناحية الدينية أو الإثنية أو الثقافية، كما حصل إبان مواجهة الظهير البربري في 16 مارس 1930. وكانت هذه الأناشيد في الغالب من تأليف زعماء الحركية الوطنية، من بينها بالطبع أمثال الزعيم علاء الفاسي الذي ألف عدة أناشيد وطنية كانت تحفظ وتردد في المظاهرات والتجمعات السياسية من قبيل: وطننا المغربي، ليحيى أبناء الوطن، يا ملك المغربي. كما اهتدى الوطنيون في صراعهم السياسي مع السلطات الاستعمارية إلى توظيف تلك الأناشيد في إحياء المناسبات والاحتفال بعيد العرش. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إنه مسار متراكم للنضال وتقديم التضحيات والمطالبة بالإصلاحات ورصيد وازن من ملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها شباب الحركة الوطنية. جهاد ممتد متواصل انبنى على قاعدة الثوابت والمقدسات والتشبث بمكارم ثورة الملك والشعب وما حفلت به من مقاصد وغايات،
وساهم بقوة في إرساء أسس ولبنات الدولة المغربية العصرية التي تطلع إليها المغاربة. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، وعلى نهج هذا المسار الناصع في الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، كانت الانطلاقة من تجسيد حلم الدولة العصرية القوية بوحدتها الوطنية وبنظامها السياسي الذي جعل من احترام حقوق الإنسان والحريات العامة أحد أعمدته الأساسية. مرحبا، شكرا على الحضور. الله عليكم. إذن من بين الأمور الأساسية التي قمنا بها كحزب استقلال وقام بها الأستاذ بلافريج اللي كان أمين العام السابق لحزب استقلال، وهو العمل على وضع القانون ديال الحريات العامة الذي فتح المجال لبناء الديمقراطي وأسس دولة الحق والقانون، وكذلك العمل على ضمان الحرية ديال التعبير وحق لإحداث الأحزاب السياسية والجمعيات، وكذلك حرية الصحافة وحرية التظاهر وحرية التجمع، وما أعقبها من إصدار مدونات للأحوال الشخصية كأول قانون ينظم العلاقة بين مختلف مكونات الأسرة في خضم معركة ضارية خاضها الحزب لتحرير المرأة المغربية من التصلب الاجتماعي والتقاليد السلبية والأمية والفقر والإقصاء والتمييز. ونعتز في حزب استقلال أن الزعيم هلال الفاسي كان في مقدمة المدافعين على إقرار حقوق المرأة وتقوية دورها ومكانتها في المجتمع. وفي هذا الإطار وبخصوص مدونة الأسرة الجديدة، فإننا في حزب استقلال نسجل بارتياح أن المخرجات المتعلقة بتعديل المدونة تحترم التوجه الذي أعطاه جلالة الملك محمد السادس أيده الله أمير المؤمنين القاضي بعدم تحريم ما هو حلال ولا تحليل ما هو حرام. كما ننوه بالرؤية الشرعية المتجددة دعا من خلالها جلالة الملك حفظه الله المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة لتقديم أجوبة للأشكاليات الفقهية التي تطرحها تطورات الأسرة المغربية والمجتمع. كما نسجل بكل افتخار واعتزاز التفاعل الإيجابي مع مقترحات الحزب المقدمة في هذا الشأن، وانتصار المشروع للمنطق الذي دائما كان ويزال يدافع عليه حزب استقلال، القائم على التوازن والتضامن الأسري بدل التقاطب بين الرجل والمرأة. حنا ما بغيناش نهرسوا الأسرة، بغينا الأسرة تبقى متماسكة، وكذلك الهدف وهو العمل على النهوض بالأسرة المغربية وتقوية تماسك الأسرة المغربية باعتبارها هي الخلية الأساسية للمجتمع، وضمان استقرارها وتماسكها وتحقيق كذلك الإنصاف للمرأة والمصلحة وإضلال الأطفال. حنا بغينا نحميو الأطفال كذلك، وهذه المدونة فالدور ديالها وهو تحمي الأطفال. هنا بغيت نقول لكم بأن من بعد ما تقدمت التوجهات العامة وخرج البلاغ ديال الديوان الملكي، فهنالك الكثير من المغالطات، هنالك الكثير من التضليل، هناك الكثير كذلك من التشويش على مخرجات مدونات الأسرة الجديدة. وأنا بغيت نقول للأخوات والإخوة، هذاك السكيتش اللي تبعتيو ديال سي محمد فهو مبني على الباطل، ما كاين حتى حاجه من داكشي ديال سي محمد. وبالتالي حنصاروا داخل الحكومه وداخل البرلمان باش ان شاء الله
ثوابت الأمة اللي دائما تندفع عليها تكون حاضرة في إطار المدونة الجديدة للأسرة إن شاء الله طبقا للتوجيهات الملكية. من جهة أخرى، فكما تعلمون من بين الأمور التي تم التركيز عليها كذلك وهو أن الحرية السياسية تفرز التحرر الاقتصادي كما قال الزعيم الراحل علال الفاسي. فقد تمت الدعوة إلى تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية الأجنبية والعمل على مغربة الإدارة ومناطق الاقتصاد واسترجاع الأراضي الفلاحية إلى ملك الدولة. وتعزيزا لهذا التوجه أبدع حزب الاستقلال عبر زعيمه الراحل علال الفاسي وثيقة التعادل الاقتصادية والاجتماعية وقدمها للمغفور له الحسن الثاني في 11 يناير 1963 لتكون امتدادا طبيعيا للوثيقة المطالبة بالاستقلال وتجسيدا للخيار الاقتصادي والاجتماعي الثابت، أي من ورائها الحزب إلى أولا تحقيق العدالة الاجتماعية، ثانيا العمل كذلك على ضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنات والمواطنين، كانوا في الجبال كانوا في القرى كانوا في المدن، فبغينا يكون تكافؤ ما بين كل المواطنات والمواطنين. والعمل كذلك على تقليص الفوارق الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، والعمل على تقوية الاقتصاد التضامني وتحرير الاقتصاد من الريع ومن التحكم الاقتصادي. هذا هو حزب الاستقلال، هذه هي التعادلية الاقتصادية التي ننادي بها. أيتها الأخوات أيها الإخوة، على هذا المنوال واصل بناة تحرير مسيرة استكمال الوحدة الترابية وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات وبناء مجتمع متماسك في كنف ملكية دستورية ضامنة للاختيار الديمقراطي والوحدة والوطنية والإنسية المغربية ومؤتمنة على الوحدة الترابية وضمان الأمن الروحي في ضوء النموذج المغربي المتفرد لتدبير الشأن الدائي القائم على الوسطية والاجتهاد والاعتدال والتسامح. شعلة متجددة في البناء والتشييد عبر مختلف المحطات الفارقة في تاريخ بلادنا منذ عهد المغفور له السلطان محمد الخامس مرورا بعهد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. إنها شعلة ثورة الملك والشعب التي فعلت فعلها فيما تحقق ببلادنا من إنجازات تحررية ودستورية وديمقراطية وسياسية وتنموية جعلت المغرب اليوم يعيش على وقع طفرات وانتقالات وتحويلات مفصلية في مصيره. شباب في أوج العطاء والحماس الوطني استقرأوا مؤشرات السياق الدولي آنذاك واستثمروا التزامات حلفاء في مؤتمر أنفا سنة قبل ذلك أي 14 يناير 1944 أي في الدار البيضاء من أجل انخراط في توجه عالمي جديد انبثق في نهاية الحرب العالمية الثانية يعطي للشعوب حق الاستقلال وتقرير مصيرها. إنه تجسيد قوي لما استشرفه زعيمنا الخالد الفقيه علال الفاسي رحمه الله قبل ذلك بسنوات قائلا: كل صعب على الشباب يهون هكذا همة الرجال تكون، وهمة النساء كذلك. لذلك يستحقوا منه كل تقدير والثناء حين قال، بغيتكم تتبعوا معايا اللي خليك المقولة ديال الزعيم الراحل علال الفاسي: إنه لا يحق لنا أن نذكر هؤلاء الشباب باعتزاز وإعجاب لأنهم ما كانوا ينتظرون من يوجههم أو يصدر إليهم التعليمات لكي يقوموا بواجبهم الوطني، مستعملين الوسائل القليلة الصغيرة بأيديهم، واثقين أنها ستنمو مع وعي الشاب وتتطور إلى وسائل قوية ستنزع الاستعمار من معاقله وتقلع غروسه من جذورها. انتهى الكلام الزعيم الراحل علال الفاسي. أيتها الأخوات أيها الإخوة، إذا كان شباب التحرير بالأمس يثير الإعجاب فإن الرهان معقود على شبابنا اليوم،
للعب دوره كاملا لقيادة المرحلة باستثمار طاقاته الذي يصخر بها في مواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل. إننا مدعوون اليوم إلى بعث هذه الروح مجددا في شبابنا كما انبعثت في الجيل الشباب الذي أبدع وثيق الاستقلال، وأن نعبئ الأسباب الموضوعية المناسبة للوقت الراهن التي من شأنها استنهاض منسوب التحدي الجماعي والبناء لدى الشباب لكسب رهانات الحاضر وصناعة آفاق المستقبل بنفس العزيمة في التغيير وبنفس الثقة في أن الأفضل ممكن وفي أن الممكن ليس مستحيلا. فمن معركة الاستقلال إلى معركة بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والحقوق إلى معركة التنمية المستدامة، إن بلادنا في حاجة إلى سواعد شبابها نساء ورجالا من أجل خوض معارك المستقبل وطموحاتها الإرادية الكبرى لتحقيق التقدم الاجتماعي والانتقال إلى الصعود الاقتصادي والتموقع المؤثر في المجتمع الدولي من خلال إرساء جيل جديد من مقومات السيادة الوطنية. وبالتالي من مسؤوليتنا التاريخية أن نجعل الشباب يساهم اليوم بكل قوة في تحقيق التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس أيده الله. مسار القضية الوطنية والطي النهائي لنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بالمساهمة من خلال الدبلوماسية الشبابية والحزبية والبرلمانية في توسيع الاعتراف بمغربية الصحراء وبوجهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية باعتباره الحل الوحيد والأوحد، وتكثيف المساعي خصوصا نحو باقي الدول الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا من أجل تأمين السلم في المنطقة وتحقيق الانبثاق الاقتصادي للواجهة الأطلسية الإفريقية وبناء الاتحاد المغاربي ليلعب دوره كاملا في تطوير القارة الإفريقية ومنطقة الساحل، فضلا عن مواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في نوفمبر 2015. ثانيا، العمل لتعبئة كل الشباب وكل المواطنات والمواطنين لتحقيق دينامية تحول الاقتصاد الوطني من خلال انخراط في المهن العالمية الجديدة بحال الهيدروجين الأخضر، بحال السيارة الكهربائية، بحال البطاريات، بحال ما هو مرتبط كذلك بالتطورات الأخرى في مجال السياحة إلى آخره والصناعة، وكذلك المعادن مع تكريس السيادة الوطنية على الصعيد الصناعي والطاقي والرقمي والمالي والصحي، مما سيخلق الآلاف من فرص الشغل ويطور قدراتنا الإنتاجية والتكنولوجية والتنافسية مع بالطبع التحول الرقمي. التشبع بالنفس الهوياتي من خلال تقوية روح انتماء إلى الوطن وتمنيع الوحدة الوطنية ومواكبة التطور المجتمعي الكوني والتشبث بثوابت الأمة والقيم الدينية السمحة والقيم المغربية الإيجابية. أيتها الأخوات أيها الإخوة، هناك اليوم فرص سانحة على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي لا يمكن تحويلها إلى محركات النمو ومشاريع لخلق الثروة إلا بتعبئة وانخراط الشباب. فرص تثبيت المغرب كقوة صاعدة إقليميا وجهويا وكقطب استقرار وازدهار إقليميا وقاريا، ويشكل تنظيم كأس العالم سنة 2030 مع إسبانيا والبرتغال محطة كبرى لإبراز قدراتنا في كل الميادين. ولا يزال والحمد لله لنا إمكان شبابي واعد ينبغي استثماره في ظل استمرار نافذة الامتياز الديموغرافي الحالي، وأن نوفر له عرضا شموليا مندمجا متكاملا كفيلا بتحرير وتفجير طاقات الشباب. ولكن صحيح نقول لكم، صحيح أنه من ضروري كذلك أن نعترف ونقولها بكل صراحة أن لدى شباب بلادنا أسباب موضوعية ومشروعة للشعور بالقلق تجاه المستقبل، والمخاوف كذلك من لا يقين، وهذا اللي تيجعل أن هنالك واحد الأزمة ثقة مركبة بالنسبة للمستقبل. ما هي هذه العوامل؟ أولا البطالة. البطالة فهي وصلت إلى مستويات
ديال 13.4%، وإلا ارتكزنا على ما قاله التقرير الأخير ديال الإحصاء فوصلنا ل 21%. وإلا تكلمنا على الشباب فالبطالة وصلت إلى 39.5% بالنسبة للشباب، وبالنسبة للنساء وصلت إلى 29.6%. هذا إشكال حقيقي، وبالتالي اليوم حنا منكبين داخل الحكومة باش يمكننا نواجهوا هذه الإشكالية، وباش أننا نعملوا لفائدة الشباب اللي عندهم حاصلين على الشواهد، وكذلك الشباب اللي ما عندهم شواهد، باش أنه كل واحد فيهم يلقى بلاصتو في بلادنا. ثانيا اندحار الطبقة الوسطى حتى هو مصدر من المخاوف جراء غلاء المعيشة وتعميق الفوارق الاجتماعية، رغم أن الحمد لله أنتم عارفين بأن جلالة الملك عطى التوجيهات ديالو باش يتم التعميم ديال الحماية الاجتماعية. اليوم عندنا 4 مليون ديال الأسر اللي تستفد من الدعم المباشر الاجتماعي. اليوم كذلك هنالك التعميم ديال التغطية الصحية، وعندنا كذلك العديد من الإصلاحات في مجال الصحة باش أنها يكون خريطة صحية اللي تجعل أن الولوج إلى الخدمات الصحية تكون ممكنة بالنسبة لجميع ديال المغاربة. وتم ارتفاع ديال الأجور بالنسبة للموظفين ب1000 درهم، تم ارتفاع الأجور كذلك بالنسبة للأساتذة في المدارس 1500 درهم في الشهر، تم ارتفاع الأجور كذلك بالنسبة للأساتذة للتعليم العالي 3000 درهم في الشهر، تم ارتفاع كذلك ديال الأجور بالنسبة للأطباء 4000 درهم في الشهر، تم كذلك تخفيض من الضريبة على الدخل لجال أن اليوم اللي تتقاضى 6000 درهم ما بقاش يخلص الضريبة على الدار، تم الإعفاء ديالهم من الضريبة. ولكن رغم ذلك باقي المشكل، وبالتالي من الضروري أن نواجه هذه المشاكل بمواجهة الجشع ديال المضاربين، خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية وبالنسبة للحوم. وهنا ضروري نقول واحد القضية اللي هي أساسية. الحكومة دارت مجهود، تعطى الدعم، فتحت المجالات ديال الاستيراد ديال اللحوم، ولكن النتيجة تتبقى ضئيلة، بقى ضئيلة. هادشي اللي قلت، بقات ضئيلة. وكاين كذلك ضرورة إعادة كذلك تقويات سلسلة الإنتاج باش الفلاحة كذلك يستافدوا في هذا الإطار ونطوروا الإنتاج الوطني، لأننا بغينا نشجعوا الإنتاج الوطني ديال بلادنا، وبغينا الكسابة توصلوا بالدعم باش هما يحسنوا الإنتاج ديالهم الوطني. هنالك كذلك واحد الأمر اللي هو مهم، وهو التقدم المتسارع للرقمنة، وخصوصا مع بروز الذكاء الاصطناعي. هذا معلوم تفتح العديد من الفرص الإمكانات، ولكن في نفس الوقت فهو يعمق الهوة بين شباب الدول المتقدمة وشبابنا، ويشكل تهديدا للعديد من المهن وفرص الشغل الحالية والمستقبلية. فهذا مصدر كذلك التخوف بالنسبة للشباب. وهنالك كذلك، وهنا خصنا نقولها بكل صراحة، بأن التداعيات سلبية لفضاءات التواصل الاجتماعي من خلال انتشار المعلومات المغلوطة، من خلال انتشار المعلومات المضللة، من خلال انتشار الأخبار الزائفة، من خلال التعرض للتحرش بالنسبة للشباب والترويج للسلوكات الحياتية السلبية ونماذج النشاحات الفردية السهلة الغير الأخلاقية. وحنا بغينا الارتقاء الاجتماعي يكون أخلاقي في بلادنا، هذا هو الأساس لحفظ الاستقلال، هذا هو العمل اللي تنقوم به دائما، هو الدفاع عن القيم الوطنية الأساسية. هذا الأمر فهو تولد لدى الشباب الشعور بالإحباط، الشعور بالفشل، ويزرع الارتباك واليأس والسوداوية، ويغذي إحساس باللا أمان لدى الشباب. وهذا اللي تيجعل أن كاين إشكالية ديال الثقة في المؤسسات المنتخبة. وحنا كحزب سياسي دورنا وهو أن نعمل على استرجاع الثقة ديال المواطنين والمواطنات، خصوصا الشباب. هذا هو الدور ديالنا كحزب. فهنالك كذلك تواتر ظواهر الطبيعية القصوى بسبب التغيرات المناخية بحال الجفاف والفيضانات، وهذا معلوم عنده واحد آثار سلبية خصوصا بالنسبة للقرى على العديد من الشباب الذين يواجهون هذه الإشكالية.
وهذا بالطبع تجعل أنه كذلك عنده واحد الوقع سلبي على معلوم الأمل ديال الشباب في المستقبل. وهنالك، ونقولها كذلك بكل صراحة، انحصار الجواب السياسي والثقافي أمام هذه التحديات المعقدة في مقابل تفشي منطق التطوبات الحادة التي تذكي التوترات والشروخ داخل المجتمع. احنا كحزب استقلال حزب الوحدة الوطنية، وبالتالي فإننا سنواجه كل من يريد أن يؤدي إلى شرخ داخل المجتمع، فنحن ضد أي شروخ كيفما كانت كيفيتها. وهنا كذلك بأن من ضروري أن نؤكد هنا أن هذه المخاوف وهذه الأسباب الموضوعية للقلق لن تزول بمفردها، ولن تتبدد إلا إذا خرج الشباب من منطقة الانتظارية إلى منطقة الفعل والمساهمة في صياغة الحلول والبدائل، وأخذوا زمام المبادرة بالقوة الاقتراحية والمشاركة في مسالك الإنجاز وفي العمل السياسي. وإننا في حزب الاستقلال نتطلع إلى برورة عقد اجتماعي متقدم مع شباب بلادنا من أجل تمكينه من جهة من أسباب الارتقاء والازدهار الذاتي والاستقلالية والإبداع والابتكار، وتمكينه من جهة ثانية من كفاءات وآليات المشاركة المواطنة الفاعلة في دينامية المجتمع والحياة العامة. إنها مبادرة طموحة نضعها بين أيدي الشباب المدعو لتملكها واحتضانها، ليعبر من خلالها عن أنه بغينا نعرفوا الشباب ديالنا. غنديروا واحد المبادرة باش نسمعوا الشباب ديالنا في جميع ربوع المملكة. هذه المبادرة غتكون أوراش مفتوحة، وغنطلبوا من الشباب ديالنا أنه يعطيونا شنو هما الرؤى ديالهم بالنسبة للمستقبل، ما هي الأولويات ديالهم، ما هي كذلك الأمور التي يريدونها بالنسبة للمستقبل، ما هي الصعوبات التي يواجهونها، ما هي كذلك ما هي الدعم الذي يريدونه في هذا الإطار، باش إن شاء الله منين يكتمل هذه الأوراش طول السنة من هنا ل 11 يناير 2026 غنجيبوا تعاقد جديد مع الشباب اللي غيكونوا صاغوا الشباب لمصلحة الشباب لبلادنا. أيها الأخوات، أيها الإخوة، إن إشراك الشباب في مسلسل صناعة القرار العمومي وتنشيط الحياة العامة لا يتأتى إلا بتثمين أدوار الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وإعطاء دفعة جديدة لآلية الحوار والتشاور على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، وجعل الشباب شريكا حقيقيا في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج العمومية، مما سيعزز الثقة في المؤسسات. وإن بلادنا لفي حاجة إلى جرأة الشباب من أجل تغيير العقليات وقيادة الإصلاح في المجالات العنيدة واستشراف الممكنات وضخ دماء جديدة في الذكاء المغربي من أجل اغتنام الفرص المتاحة على المستوى الدولي والإقليمي في الأفق المنظور، وتمنيع قدراتنا على الصمود أمام الأزمات الطارئة أو المتوقعة اقتصاديا واجتماعيا ومناخيا. وهو التوجه الذي أكد عليه الزعيم الراحل هلال الفاسي في النقد الذاتي بقوله: إن الأمر يحتاج إلى ثورة في التفكير تغير من عقليتها وتعمل على تبديل ذهنيتنا حتى نستطيع معالجة مشاكلنا وفقا لما يقتضيه هذا العصر. انتهى الكلام الزعيم الرحيل هلال الفاسي. وإننا لمدعوون للانتقال إلى السرعة في تحرير الطاقات وبناء القدرات وإدماج وتثمين الإمكان البشري خاصة الشباب، بما يجعله فاعلا ورافعة قوية للزخم التنموي الذي تشهده بلادنا. ولأن في إحياء ذكرى وثيقة الاستقلال دروسا وعبرا تمثل مصدر إلهام في التحلي بروح التضحية الوطنية والمسؤولية ونكران الذات، فإن حزب استقلال الذي يثق في شبابه اليوم كما وثق فيهم بالأمس، فإنه يعلن سنة 2025 سنة ديال التطوع، وهذه السنة إن شاء الله غتكون أنشطة في جميع ربوع المملكة،
والهدف هو أن ينخرطوا فيه الشباب ديالنا. وطلبنا كذلك من التنظيمات ديالنا الموازية، وكذلك من الروابط المهنية، وكذلك كل أنظمة الحزب باش كلها تبع والشباب ديالنا يتبعوا من أجل ضمان أن يصل هذا العمل لخدمة المواطنات والمواطنين، وأن نعمل كذلك على برهان على أن حزب استقلال كان وسيظل دائما مع الشعب، وسيعمل من أجل الشعب ومن أجل تحسين ظروفه وتأطيره وتوفير له إمكانية الرقي الاجتماعي. وفي هذا الإطار فإننا معنيون بتحفيز الشباب على الفعل السياسي والمساهمة في تعزيز مشاركته في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام وتتمين أدائهم الانتخابي والترابي والتدبيري. فقد قررت قيادة الحزب هذه المناسبة الوطنية الخالدة، أي الاحتفاء بذكرى 81 للمطالبة بالاستقلال، بجهود ثلة من شباب الحزب ترشحوا باسم الحزب في الانتخابات الجماعية المجموعة الجماعات أو الجهات، ويحتلون مناصب رئيسية في مكاتبها، وذلك بمنحهم درع التميز التعادلي تقديرا لهم على تميزهم في عملهم الانتدابي ومثابرتهم في خدمة المواطنات والمواطنين، وتشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهود في تلبية احتياجات الساكنة المحلية وكسب ثقتهم. اليوم فبغيت نأكد لكم اليوم بأن حزب الاستقلال فهو دائما وأبدا يثق في شبابه، وهذه فرصة باش غنعطيو واحد 44 شاب وشابة اللي هما تترأسوا أو هما عندهم دور مهم في المكاتب الجماعية هذا التميز. ولكن عندنا عدد كبير من الأخوات والإخوة حتى هما فهما معلوم حتى هما تستحقوا هذا التميز، وهذا اللي تجعل أن حزب الاستقلال فهو حزب حي، حزب اللي هو يتجدد، حزب اللي هو عرف واحد التطور مهم، حزب اللي انتم شفتوه في المؤتمر كيفاش أن تجدد أكثر من 50% ديال أعضاء المجلس الوطني، وجدات أكثر من 57% ديال القيادة ديال الحزب، وسنواصل في تجديد نخبنا لأن بغينا نعطيو بحال اللي قال السي محمد بوستا فهذا حزبكم فخذوه، فبغينا الشباب ياخذ الحزب ويتملكوا ويقوم بالدور ديالو مستقبلا. أيها الأخوات أيها الإخوة، بغيت نقول لكم بأن الذكرى 11 يناير الخالدة فهي تلزمنا كاستقلاليات وكاستقلاليين لا سيما الشباب بأن يظل، وهذا هو الدور ديالنا اللي خصنا نعملوه جميعا. بغينا حزب الاستقلال يكون ويبقى الأول في قلوب المغاربة وفي وجدان المغاربة. هذا علاش حنا تنشتغلوا. اللي بغينا وهو أن الشعب المغربي يبقى يواصل الثقة ديالو في حزب الاستقلال، وأنه يعطي الأمل كذلك، أننا نحيو جميعا ونبنيو المستقبل معا يدا في اليد مع الشباب، لأن اللي أساسي بالنسبة لنا وهو عمل على نقل هذا الرابط الوجداني إلى الأجيال الحالية والصاعدة كما ظل نابضا متوهجا طيلة العقود 8 الماضية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.